السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ ربكم بخير. معانا معاكم الجزء الثالث من سلسله انواع الكلاب مع كابتن احمد اللي عرفنا على الدب، الكلب المعروف بحجمه الضخم او اسد الكلاب، والكوكيجن. اتفضل يا كابتن احمد، عرفنا على النوع ده. اهلا بيكم. النهارده معانا الكلب الكوكازي اللي هو الكوكيجن. الكلب ده كوكازي اللي بيجي يسمى الكوكازي او الكوكيجن عشان زي ما احنا شايفين حجمه كده. هو بيجي اصلا من جبال الكوكاز في روسيا ورومانيا واذربيجان، كلهم مشتركين في الكلب ده في مجموعه جبال الكوكازي. وزي ما احنا شايفين الكلب ده كان معمول في العصور الوسطى علشان يحمي الغنم، ان هو بيدافع عن الغنم من الديابه. مميز طبعا بشعره الطويل عشان الجو برد، وطبعا فكه جامد جدا وخشبه عريض جدا ما شاء الله. يعني زي ما احنا شايفين ملقب اسد الكلاب او كلب الاسد. وزي ما احنا شايفين كده هو كلب اصلا معمول علشان حراسه المواشي مخصوص، لان هو بيعيش تحت ظروف صعبه، اذا كانت برد قوي او حر برضه بيعيش وبيستحمل. كلب من الكلاب الكويسه يعني. وزي ما انت شايف كده فروته كبيره اصلا انت خايف منه ما شاء الله. يعني الحجم ده هو دب، هم مسمينه الدب ما شاء الله. اللهم بارك. ما عندناش الكلاب دي في البلد. ربنا يبارك. مش موجوده ما شاء الله. اللهم بارك. ربنا يبارك فيك. ايه مزايا الكلب ده وعيوبه؟ هل ينفع للمبتدئين ولا لا؟ ما ينفعش للمبتدئين لان عنده عيب قوي جدا، بيبقى شرس قوي زياده عن اللزوم. ومعظم الفصيل ده بيبقى عنده فود اجريشن او حمايه الاكل يعني، وبالتالي بتروح لكل الحاجات الشخصيه بتاعته اللي هو بيحبها. تمام. طيب كابتن احمد كلمنا في نقطه مهمه جدا وكنت انا عايز اساله فيها اصلا، فجت فرصه يعني كويسه ان انا استغلها اساله قدامك. ايه هو الفود اجريشن؟ الفود اجريشن هو امتلاك الاكل للكلب. بتحط اكله وتبدا تقرب منه بيبدا يزوم عليك ويهاجمك. تمام. ودي حاجه وحشه جدا، لان هو لو انت بعدت عن الكلب او اديت له القوه، انت خلاص عدتني وقدرت تبعدني عن اكلك، هيبدا يعمل نفس الحركه في كل ما هو عايزه. كوره، لعبه، جزمه، اي حاجه من اللي الكلاب بتحب تلعب بيها هتيجي تاخدها منه، هيبدا يعضك ويفرض شخصيته عليك ويبدا يهاجمك بعد كده. يعني ما بقتش اكل بس. لا 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 لا، ما هي بتبدا بالاكل. كنا احنا بنتكلم واحنا جايين في الطريق يا كابتن احمد، وقلت لي ان الموضوع ممكن يوصل لو انت ماشي بيه في الشارع. ايوه ده لدرجه ان هو لو عايز يروح اتجاه وانت غيرت اتجاهه بيبدا يزوم عليك. انا عايز امشي في الطريق ده. ده حلها تدريب قوي جدا من الصغر، زي مجموعه الفيديوهات اللي انا وريتها لك. لازم تحط ايدك في الاكل الكلب وهو صغير، ولازم تطبقه، ولازم تطبطب عليه وهو بياكل، ولازم تاكله بايدك كتير. حاجات مهمه جدا يعني بالنسبه للكلب بكل الانواع، بس الكلب ده اكتر نوع، الكوكيجن اكتر نوع معروف بيها يعني. المشاكل بقى بتاع العظم اللي ممكن تقابلنا بتبقى موجوده في الكلاب ده؟ الكلاب دي ايوه فيها مشاكل لانها ضخمه جدا، بتحب الاكل قوي وبتاكل كميات كبيره، فبالتالي بيبقى وزنها تقيل. فعشان كده يعني بتلاقي لين بقى، وزي ما قلت لك البلاط من الحاجات اللي كل الشعب المصري بيروح يتلعب فيها، ودي مش كويسه. يعني الكلب حتى لو هتربيه في البيت لازم تنزل تمشيه على ارض مختلفه، لازم الارض بتاعته تكون مختلفه، ارض صلبه وارض رمليه وارض حصو، ويعني لازم تشكله عشان بالظبط عشان اعصابه والاربطه والعضل يبدا يتاقلم. كده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه الكوكيجن النهارده. تابعوا معانا في الفيديوهات الجايه عشان نتكلم عن انواع ثانيه. ما تنسوش تعملوا لايك كومنت وسبسكرايب في صفحه كابتن احمد اسمها اسد كانال، وهتلاقوا الفيديوهات دي برضه موجوده على الصفحه بتاعته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.